سؤال عام شوية، طيب شايفة إن الأمراض النفسية بتتعالج زي الأمراض العضوية ولا الموضوع مجرد تعايش؟ على حسب المرض وعلى حسب فكرة إنها يعني إيه تتعالج. يعني تتعالج إن أنت تشوف الطريقة الأنسب أو الحاجة الأنسب ليك، ولا إن أنت تتعالج اللي هو خلاص بتخف خالص. يعني مفيش حاجة اسمها أنت بتخف خالص. برضو القولون مثلا، الأمراض العضوية مش بتتعالج، لازمها أكل معين عشان ما يتهيكش وتحصل لها مشكلة. أيوة بالظبط، حاجة زي كده. يعني حاجات كتيرة سواء عقلية نفسية جسدية أي حاجة، في حاجات كتيرة منها اللي هو أنت بتتأقلم زي ما قلت، بس في نفس الوقت أنت بتشوف إيه الحاجة الأنسب ليك، وفي نفس الوقت ما بتضرش، يعني ما بتضرش سواء ليك أو اللي حواليك، خصوصا لو هي حاجة نفسية أو عقلية. لكن ما أعتقدش في حاجة اسمها اللي هو أنا بخف تماما من حاجة، وبيبقى فيه بروسس طويلة قوي 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 عشان بس تبقى stabilized، او اللي هو انت ماشي بشكل كويس. التوحد ملوش علاج نهائي، هو كل اللي بيقدر يعمله الطبيب المعالج انه يقلل نسبة الاضطراب والاعراض. مفيش حاجة اسمها يقلل نسبة الاضطراب. ممكن نحسن من نوع معين من الاعراض، لكن مفيش حاجة اسمها نقلل نسبة الاضطراب. احنا بنشوف الاعراض اللي عند الشخص، انت متوحد عندك ايه مشاكل، عندك مثلا مشاكل كلامية، بنبدأ ان احنا نعالج المشاكل الكلامية دي زي ما قلت مثلا بالحاجات البسيطة اللي انا لسه قايلها لكم. عندك ايه تاني؟ مشاكل حسيه، بنبدا نشوف ايه المشاكل الحسيه اللي عندك، ومش ان احنا بنجبرك ان انت تكون شبه الشخص الطبيعي اللي هو الصوت تعبك بس انت هتسمعه غصب عنك عشان تكون شبه الطبيعي، لا. بنشوف ايه الحاجه المناسبه ليك، طب مثلا ممكن ان انت تستعمل ايه علشان الحاجه دي ما تضركش، وهكذا. لكن مش بنقلل من نسبه اضطراب، مفيش الكلام ده، هي اساسا مش نسب، هي اعراض متلازم، يعني خصائص متلازمات، واحنا بنحاول نشوف ايه الحل الاحسن ليها علشان الشخص يبقى احسن من نفسه، مش احسن ان هو يوصل لك انت. ده هيسبب لي انا اضطراب ما بعد الصدمه، هيدمرني في حاجات كتيره، هيخليني انا مش مرتاح، ده مش مهم عندي، انت هتبقى شبه الشخص الطبيعي. طب ما انا ممكن اشرب الميه بس بطريقتي، بس دي الفكره. الواحد ممكن يتعالج من التوحد، مفيش حاجه اسمها علاج، فيها حاجه اسمها انا فهمت نفسي واعرف اتعامل مع نفسي بالشكل الانسب ليا. زي ما قلنا الشخص ده مختلف عن الشخص ده، فانا عارفه اني مختلفه وهقدر ان انا اوصل لنفس الحاجه الشخص ده بيوصل لها، بس بالشكل بتاعي انا. غير كده مفيش حاجه اسمها ان انا شخص متوحد هيبقى شخص طبيعي. كانك مثلا تاني بتقول لسمكه انت هتطلعي فوق شجره، هي ما اتخلقتش عشان تعمل الحاجه دي،